نقاش احتد بيني وبين زميله ليا، صوتي عالي صوتها عالي، ابتدينا ان احنا كل واحد يتمسك برايه وعايز يطلع التاني غلط والحوارات دي كلها، لدرجه ان مديرنا كان موجود في مكتبه، سمع اصواتنا بتعلى في بره في الكوريدور او في الطرقه، فابتدى ان هو يقول لك ايه، لا انا عايز اشوف هو ايه اللي بيحصل مع الفريق بتاعي، فجالنا عشان خاطر يشوف ايه الوضع ايه. جه بص على الوضع وبعد كده راح واخدني قال لي تعالى عايزك معايا في المكتب بتاعي، عايز اتكلم معاك شويتين. ولما اخدني المكتب قعد يتكلم معايا، والشهاده لله احنا ما كناش دايما متوافقين انا ومديري ده في حاجات كتير، بس دي حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها منه من 18 20 سنه، وخليتها زي ما تقول كده كقاعده بتعامل بيها لغايه دلوقتي. ايه اللي هو قاله لي بقى في المكتب؟ قال لي سؤال صغير، الحاجه اللي انتوا كنتوا بتناقشوا عليها دي حاجه اساسيه قويه ذو اهميه فظيعه يعني، او مثلا ذو امباكت او تاثير على مجال الشغل او على اسمك او على اسم البنت اللي انت كنت خانق معاها دي؟ فقلت له بصراحه لا، الموضوع اساسا ملوش دعوه بالشغل خالص، الموضوع بره نطاق الشغل، يعني احنا كنا بنتكلم في الشغل وبعدين الموضوع بقى حديث فيما لا يخص الشغل. قال لي طيب سؤال تاني، النقاش ده لو كنت انت كملته لغايه الاخر انت كنت عايز منه ايه؟ كنت عايز توصل مثلا لمرحله ان هي تقول لك انت اللي صح؟ قلت له مثلا. قال لي طب ما انت لو وصلت للمرحله دي انت كسبت ايه؟ فانا سكت كده. قال لي بالظبط هي دي النقطه. قال لي انت بسكاتك اعتقد انت فهمت اللي انا قصدي عليه. قال لي انت ممكن توصلها خلاص، انت ان هي تقول لك يا عم انت كلامك مظبوط وكسبت المناقشه والكلام ده كله، بس في الاول وفي الاخر انت ما كسبتش اي حاجه، لا انت كسبت ولا حتى لو انت قلت لها ان هي كسبت المناقشه دي هي كسبت اي حاجه، لان الكلام اللي انتوا كنتوا بتتكلموه مش في صلب الموضوع، ولا هيزود ولا هيأخر في المشاريع اللي انتوا بتشتغلوا عليها، ولا في الشغل، ولا حتى في سمعتكم في الشركه. وبناء عليه دي كانت بالنسبه لكم مضيعه للوقت، وبالعكس ده انتوا كمان ممكن تكونوا بسبب الحديث السخن اللي حصل بينكم ده بوظتوا او يعني ايه ضايقتوا، يعني بوظتوا العلاقه شويه بينكم وبين بعض.